الخطوة كلها احترام وتقدير. خرجت الممثلة المغربية نرجس الحلاق تعلن بكل وضوح وهدوء على طلاقها من رجلها ووالد بنتها، وهذا الشيء بطريقة حضارية فيها بزاف ديال المشاعر، التقدير والاحترام. نرجس اللي معروفة بعفويتها وصدقها في التواصل مع متابعينها شاركت معهم رسالة مؤثرة ومليانة إحساس، وجهت فيها كلمة وداع لطليقها اللي وصفته بنعم الزوج ونعم الصديق ونعم الأب، وأكدت أن قرار الانفصال ما جاء إلا بعد تفكير طويل وعميق وبهدف بقاء الاحترام والود، خاصة أنهم شركاء في مسؤولية تربية بنتهم. في كلماتها الصادقة كتبت نرجس: وداعاً يا رفيق الدرب، كنت نعم الزوج ونعم الصديق ونعم الأب، الله يسهل عليك ما صعب، وإن شاء الله برحيلي من حياتك قلبك يبرد بشوفة بناتك، يا رب كنتمنى لك كل الخير والسعادة من كل قلبي، واحد النهار غتشكرني على قراري هذا لأنك فعلا تستاهل تكون فرحان، ووعد مني رحمة أمانة عندي وغتبقى ديما بوها وصاحبي الوفي، غنهضر عليك ديما بخير وخيرك عمرني ما نساه، الله يفرحك ويجبر بخاطرك ويسهل عليك يا رب. هاد الخطوة ديال نرجس خلت صدى طيب عند المتابعين وحتى عند الفنانين، لأن طريقة تعاملها مع الانفصال كانت راقية وهادية وبدون أي دراما أو مشاكل، بالعكس اختارت تكتب نهاية بحل البداية، كلها تقدير ومحبة، وفعلا كيف ما قالت النهايات أخلاق. نرجس الحلاق اللي قدرت ترسم لنفسها مكانة في قلوب جمهورها من خلال أدوارها الفنية وأسلوبها البسيط والواقعي، كترجع تثبت اليوم أنها إنسانة ناضجة وكبيرة بتصرفاتها قبل ما تكون فنانة. كلمة واحدة نقدر نقولوها: الله يسهل على نرجس في مشوارها الجاي ويعطيها راحة البال ويجمعها بنتها فرحانة ومطمئنة، والله يوفق حتى الأب في بداية جديدة فيها الخير، ويبقى الاحترام هو الأساس كيف ما كانت البداية والنهاية.